الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الواحد الصمد الأحد الذي خلق وعده العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي لم يحب ما شاء وشئت، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. حضرة رئيس الحفل المؤقر وسادة الأعزاء وزملاء في الفصول، إن الله تعالى أوجد هذا العالم وخلق كل شيء يوجد في هذا العالم. الله واحد أحد صمد قادر على كل شيء، جبار قهار، هو الذي بعث الأنبياء والرسل إلى هذا العالم لهدف أن ينقذ الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، ومن عبادة الأشجار إلى عبادة خالق الأشجار، ومن عبادة الأولياء إلى خالق الأولياء. حينما دعا الأنبياء والمرسلون إلى عبادة الله الخالق وتوحيد الرب الرازق، فدخل عدد من الناس في الإسلام ودعوته. أخيرا أرسل النبي الخاتم بالكتاب الخاتم إلى هذا العالم لإنجاء الناس الهالكين من الكفر بالله إلى توحيد الرب الجليل. فدخل العرب والعجم في خطيرة دعوته واعتنقوا الإسلام والأمور الدينية. هؤلاء هم الرجال الذين اعتقدوا بتوحيد الرب الجليل، هم الذين آمنوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات وتوحيد الألوهية والعبادة. أما توحيد الربوبية فيجب على العبد أن يعتقد بأن الله وحده يحيي ويميت، هو الذي وحده يخلق ويرزق، فلا محيي ولا مميت إلا هو، فلا خالق ولا رازق إلا هو، فلا نافع ولا ضار إلا هو، فلا معطي ولا مانع إلا هو. عندما ينصرف العبد عن مثل هذا الاعتقاد يخرج من الإسلام ويمرق من الدين الذي قال عنه القرآن: الذي ليس فيها عوج، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي مجتمعنا البشري كثير من الرجال والنساء ينحرفون عن هذه العقيدة، فالرجال الصالحون البررة عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الناحية ويخرج الناس الذين يعمهون من الظلمات من الظلمة الهالكة الحالكة. أما توحيد الصفات فعلى العبد أن يعتقد بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي تتواجد في كتب الأحاديث الشريفة وأسفارها والقرآن الكريم هو الآخر. لا ينبغي لفرد من أفراد البشر أن يصف أحدا بالأسماء الحسنى، لأن الله واحد أحد في أسمائه وصفاته، ولذلك ورد في التنزيل العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله تعالى يسمع ويبصر ولكن ليس له سمع ولا بصر مثل الخلائق والعباد. إن الله يبطش ويستري ولكن ليس له يد ومجلس كالإنسان وأفراده. إن الله تعالى منزه عن هذه الأشياء كلها. أما توحيد العبادة والألوهية فعلى العبد أن يعتقد بأن الله وحده يحيي ويميت، هو الذي وحده يخلق ويرزق، فلا محيي ولا مميت إلا هو، فلا خالق ولا رازق إلا هو، فلا نافع ولا ضار إلا هو، فلا معطي ولا مانع إلا هو. كان هذا هو السبب الوحيد الذي بعث به الأنبياء والرسل إلى الدنيا. كانوا يخرجون الناس من عبادة الأصنام
والسجود للأوثان إلى عبادة الرب وحده والسجود له. عندما قال نوح عليه السلام يبلغ الرسالة عبادة الأوثان فشمروا عن ساق الجد، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لقومه لا تذوقوا هذه الأصنام، هذه الأصنام تحيي وتميت، هذه الأصنام تنفع وتضر، هذه الأصنام تمطر المطر الغزير، هذه الأوثان تجني نفعا عندما تفتقرون إلى النفع. نبينا نوح عليه السلام بلغ الرسالة الإلهية واستمر أن يبلغ 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن القوم لم يتقبلوا دعوته إلا شرذمة قليلة وانحرفوا عن الصراط المستقيم. ولكن الشرذمة القليلة عرفت التوحيد ومقتضاه وفازت في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى جنب الإنسان عن شائبة الشرك، حيث منع الفقهاء الكرام الصلاة في الضريح وعند الضريح، لأن الصلاة عند الضريح من شوائب الشرك. اللهم احفظنا عن الشرك ووفقنا فهم التوحيد والعقيدة المستقيمة، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.